السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا لاباس وصحتكم بخير. اليوم ان شاء الله راح نوجدوا كيف بسكوي غولي بزاف ساهل. لاجينواز تخرج بزاف هايله بمقادير بسيطه، ولا كريم كيف بزاف بنينه. اللي حبت تعرف المقادير طريقه التحضير تبع الفيديو حتى الاخير. الحاجه الاولى اللي نديروا 4 بيض ونزيدوا رشه ملح ومغرفه صغيره تاع خل. نخلطوا كامل هذا الخليط كيف حتى يولي ابيض. بعد ما يولينا الخليط هكذا كيما راكم تشوفوا، نزيدو 5 مغارف كبار نتاع سكر، نزيدوهم تدريجيا، نزيدو بشويه ونخلطو. كيما راكم تشوفوا بعد ما خلطنا مليح وذاب هذاك السكر كامل، وشوفوا الخليط كيفاش ولا ثقيل، نزيدو 4 صفار بيض ونكملو نخلطو بهذه الطريقه. فوالا هذا الخليط هذا القوام اللي نتحصلوا عليه. دوكا نزيدو الكاكاو. الكاكاو ماذا بكم يكون نوعية جيدة، والكاكاو درت هنا مغرفة كبيرة وكيما راكم تشوفوا راني نغربل فيه. نزيدو مغرفة صغيرة تاع خميرة الحلوى ومغرفة صغيرة تاع لافاني، ونبداو نديرو في الفرينة. نديرو 4 مغارف كبار تاع فرينة، نزيدوهم غير بشوية ونخلطو. وكي نكونوا نخلطو من التحت للفوق كيما راكم تشوفوا، وما نستخدموش الباتور كيما راكم تشوفوا، غير بمغرفه ولا سباتول من التحت للفوق. نزيدو الفرينه ونكملوا نخلطو بشويه. في اناء واحد اخر نديرو 4 مغارف كبار تاع زيت، نزيدو لهم 4 مغارف كبار تاع حليب ونخلطوهم مليح كيما راكم تشوفوا، ونزيدو شويه من الخليط اللي درناه. نخلطوهم كامل كيف ونعاودو نرجعو هذا الخليط للخليط الاول. نفرغوه كامل ونزيدو نخلطو بشويه كيما راكم تشوفوا. وهنا تكون العجينه تاعنا واجده. نوجدو سنيوه نديرو لها بابي كويسون ونفرغو الخليط كامل فيها بالتساوي، وندخلوها طيب على فور نسخنوه مقبل على 180 درجة مدة 15 دقيقة. وقبل ما ندخلوها للفوغ نديرو لها هاد الحركة، نخبطو شوية السنيوة. بعد ما خرجناها من الفوغ نخلوها غير شوية ما بيد مازالت هاي سخونة، نحولها البابي كويسون ونبداو ندورو فيها كيما راكم تشوفوا باش تحكم لافور. ونروحو نحضروا لا كريم اللي درت فيها 100 غرام شوكولا، زدت لها 50 غرام تاع كريمه سائله وندخلها الكونجيلاتور. كي تبرد مليح وتجمد نعاود نخرجها ونستخدم الباتور ونخلطوها كيما راكم تشوفوا.
نزيدو لها كاس تاع كريم شانتيي ونص كاس تاع ماء بارد ونخلطو مليح حتى تطلع معانا لا شانتيي. الكريمه خلاص هاي واجده معانا، نجيبو جينواز ونسقيوها بالقهوه. تقدروا تسقيوها باش حبيتو، اذا عندكم سيرو ولا شربات. انا زدت لها كيما راكم تشوفوا خطوط تاع كراميل. ونبدا نوزع في الكريمه. نزيدو شويه صوص كراميل ونزيد نرش عليها شويه مكسرات اللي عندكم كاوكاو ولا لوز، كميه قليله برك نرشوها ونبداو ندورو بشويه ونزيرو. نزيدو نديرو لها لا كريم الفوق، نغلفوها كامل ومن بعد ندخلوها للفريجيدير لمده ساعه. نخرجوها من الفريجيدير ونبداو نكلاصيوها. نديرو لها كلاصاج تاع الشوكولا كما راكم تشوفوا. نحاولوا بعد ما تقطر نحطها في طبسي ونعاود ندخلها الفريجيدير تبرد لمدة ساعة. بعد ما بردت نقطعها مرصوات. كما راكم تشوفوا الشكل تاعها خرج بزاف شباب. فوالا شوفوا شحال خرجت خفيفة ولا كريم باينه لداخل. ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. دوكا بنفس لاكريم اللي درتها لداخل نديرها دي غوزاس من الفوق كتزيين اختياري، تقدروا تضيفوا لها اي حاجه. في الاخير ما بقى لي غير نقول لكم فضلا وليس امرا ادعموا القناه بجيم وابوني في القناه. سلام.